انتهت الحسابات ودقت ساعة الحقيقة في أدوار خروج المغلوب. هنا لا مجال للخطأ، شعارنا نكون أو لا نكون في الطريق نحو الذهب الأفريقي. نصف قرن من الانتظار، الركراكي يشدد على سلاح التواضع ونسيان لغة الترشيحات، فالغرور هو العدو الأول لأسود الأطلس. لفك هذه العقدة التاريخية، لغة الأرقام تؤكد المغرب يتسيد القارة في الضغط العالي. استراتيجية تخنق الخصوم تماما، لكنها تتطلب جاهزية بدنية قصوى لاستمرار طوال 90 دقيقة. إبراهيم دياز انصهر سريعا وأثبت نجاعته الهجومية، لكن وليد يؤكد أن النجم الأوحد هو المجموعة، والحلول قد تأتي من أي لاعب لصناعة الفارق. القائد سيد سيستعيد عافيته، لكن الغموض يكتنف مشاركته أساسيا. مناورة ذكية من الركراكي لإرباك الخصم والحفاظ على أسرار تشكيل الخطة الأخيرة. حذاري من فخ تنزانيا، خصم يجيد التكتل الدفاعي. السيناريو الأمثل هو هدف مبكر يبعثر أوراقهم ويجنبنا الدخول في نفق الشك مع مرور الوقت. وإن وصلنا لسيناريو ركلات الترجيح، فالركراكي يطمئن الجميع بجاهزية. الثقة في بنو كبيرة، لكن الحسم في الوقت الأصلي يظل الخيار الأفضل لتفادي الأعصاب. ختاما، الأسود في أمس الحاجة لزائركم في المدرجات، لنتحد جميعا خلف الراية الوطنية، لنكتب التاريخ معا ونعود باللقب. ديما مغرب.